ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، ولسه متواصلين معاكم في حلقتنا النهاردة من سيدتي. وصلنا معاكم لواحد من موضوعاتنا اللي هنتناولها النهاردة، والحديث حول كيفية تعليم أولادنا استثمار الوقت في رمضان، وازاي يخليهم يقضوا وقت مفيد وممتع، وننقل لهم روح هذا الشهر الفضيل، وفعلا يخرجوا من هذا الشهر بيتعلموا قيم يعني متعلقة مش بس بالدين، لكن أيضا يقدروا يستفيدوا منها في حياتهم العملية. حول هذا الموضوع بتنورنا في الاستوديو الأستاذة نهلة صبري الخبيرة التربوية. أهلا بحضرتك معانا. أهلا وسهلا بيكي سالي. يعني الموضوع جميل، وبالتالي العديد من الأمهات وأولياء الأمور بشكل عام مش بس الأمهات هيكونوا حريصين إن هم يعرفوا إيه النصائح اللي حضرتك هتقدمها لنا النهارده. لكن خلينا نبتدي مع السؤال الأهم اللي يمكن كل ما رمضان بيجي بنسأله. امتى نخلي ولادنا يصوموا في أنهي سن؟ لما نبتدي نعودهم على الصيام، يعني العمليه دي ازاي بتبدا؟ في انهي سن وباي عدد ساعات؟ يعني عددها قد ايه؟ اوكي. هو الصيام الاول كل سنه وانتم طيبين ومصر كلها بخير. هو الصيام بيبدا عاده ممكن يبتدي عشان احبب الطفل في الصيام وفي نفس الوقت يكون ليه نتيجه ايجابيه عليه. أنا ممكن أخليه يبتدي بالصيام عن ايتم أو عن حاجة واحدة من الحاجات اللي هو بيحب ياكلها في اليوم. الطفل الصغير جدا أقول له النهاردة مش هناكل أي سويتس، مش هناكل أي حلويات، مش هناكل أي، نبتدي بحاجة يقوم هي على الفكرة ترويض النفس، انه الطفل الصغير يحس. وانا عشان قد ايه تقريبا؟ 3 سنين مثلا؟ ده ممكن من 3 سنين، ممكن من 3-4 سنين. احنا النهارده هي عارفه بتبدا العمليه كمان من الاحتفال باستطلاع الهلال. يعني المفروض انه العمليه من اول ما الولاد تبقى صغيره جدا. احنا فقدنا بعض العادات الحقيقه، زي ليله استطلاع هلال رمضان. ده كان بيبقى احتفاليه كبيره جدا، كنا بننزل في الشوارع والجيران والناس بتبارك لبعض وبتهني بعض. ده ما بقاش موجود شويه. لو بدات الام ليله استطلاع الهلال تزوق البيت وتعمل شويه ديكور، حاجات بسيطه جدا، وتخليه يشارك فيها، وتبتدي تقول له احنا هنصوم بقى. فهيقول لها مامي انا مش هقدر اصوم، مش هينفع. تقول له لا احنا هنصوم عن الحلويات، هنصوم عن الحاجه الفلانيه. دي هتبقى بدايه، وبعدين يبتدي ندخل حاجه تانية من اللي هو بياكلها، وبعدين بنبتدي اللي احنا كلنا عارفينه انه يصوم جزء من الوقت. يعني اخر له فطاره شويه. لو هو بيفطر الساعه 10 الصبح يبتدي يفطر الساعه 12 مثلا، فهو صام. واشجعه واعمل له موتيفي، اعمل له تحفيز ان انت النهارده صمت ساعتين، برافو، انت بكره صمت 3. امتى يقدر يبدا يصوم اليوم كله؟ يقدر يصومه من 7 سنين لو هو طفل سليم بدنيا صحيح. يعني في ولاد لا، على حسب قدرة طفلي. وأنا بفضل في ده استشارة الطبيب المتابع للطفل، لأنه كل طفل حالة خاصة، هم مش زي بعض. مظبوط. طيب لما الطفل زي ما حضرتك قلتي لازم يكون في نوع من أنواع التحفيز. التحفيز هل بيكون تحفيز مادي ولا تحفيز معنوي بالنسبة لموضوع الصيام وهو شيء روحاني؟ يعني هل التحفيز اللي بيتم مع الصغار المفروض يكون نوعه عامل ازاي؟ متهيألي ان هو معنوي افضل. كفايه ماديات بقى، يعني الولاد ما بقتش تمشي دلوقتي غير بالتحفيز المادي. ايوه، فبلاش المفاصله والمساومه الماديه دي. يعني ممكن نعمل لوحه، نشوف الطفل ده بيحب ايه من الحاجات. لو بيحب شكل النجمه، لو بيحب شكل معين، اعمل حاجه. وانا كنت بعمل ده حتى كأم، وبحطه على الثلاجه بتاعه البيت بمغناطيس، وابتدي اقول له النهارده انت خدت ستار، بكره انت احسن، انت خدت 2 ستار، انت اخدت كذا. لما توصل للهدف الفلاني ممكن ساعتها يعني ابعد التارجت شويه، هعمل لك الحاجه اللي انت كنت عايزها. جميل جدا. طيب خلينا نتكلم عن المعاني الدينية والروحانية وربطها بالمهارات الحياتية المختلفة. يمكن دي نقطة اتكلمنا فيها قبل ما نطلع هوا. يعني كلمينا ازاي نعلم ولادنا في شهر التسامح والخير والبركة القيم اللي الشهر الفضيل ده بيديها لينا كلنا، ننقلها لاولادنا الصغيرين عشان يستفيدوا منها فيما بعد في مهاراتهم الحياتيه. صحيح. انا لسه كنت بقول لحضرتك انه انا بشوف انه الحاجات اللي احنا بنسوق لها وبنعمل لها تسويق عالي جدا، من تنميه بشريه لمهارات لكذا، لو دورنا عليها في الاصل هنلاقيها في ديننا، بس نتعامل معاها بشكل يعني نخليها حديثة وتواكب العصر. يعني هي أنا دايما أقول إحنا ديننا جميل جدا، بس هي طريقة التوصيل اللي ساعات بتبقى جافة قوي. يعني بنقول مثلا العمل الجماعي،
العمل الجماعي موجود في رمضان، وده احد المهارات اللي بيتعمل لها كورسز وشهادات العمل الجماعي موجود في رمضان. ليه الام هي تبقى ضحيه رمضان، اللي مقضيه رمضان كله بس في المطبخ علشان تعد الافطار، وهي تفقد ان هي كمان تاخد حقها في انها تمسك المصحف وتقرا، ان هي تصلي بتركيز اكتر من الايام العاديه. لا، في عمل جماعي في البيت في الوقت ده. احنا هنقسم اعمال البيت علينا كلنا، وانت عليك كذا وانت عليكي كذا، وانا عشان انا كمان محتاجه رمضان زيكم. دايما انا بيضايقني قوي المشهد ده، كل واحد قاعد في اوضه ماسك مصحف وبيصلي والام في المطبخ. طب دي برضو عايزه رمضان، عايزه تاخد. فدي مبدأ العمل الجماعي. التواصل communication skills دي في رمضان بتبقى اعتقد انه الاسره تقدر تركز عليها جدا، لحكايه ان هم مضطرين للتواجد مع بعض وقت اطول من الايام العاديه. فانا بشوف انه ده ممكن يبقى الكواليتي تايم اللي بنقول عليه، وقت ذو جوده عاليه تقضيه الام والاب مع اولادهم في مناقشه مشاكلهم اليوميه وكل ده. اداره الوقت، رمضان من الأيام اللي هي لوحدها متنظمة، لأنه عادة في حياتنا العادية ما بتلاقيش إن إحنا عندنا غدا في وقت واحد لظروف الحياة اللي إحنا عايشينها دلوقتي، أو عشاء في وقت واحد. كل واحد مواعيده غير التاني. فإحنا نقدر نعلمهم إدارة الوقت بحتة إن إحنا هنتسحر الساعة كذا، هنقعد نقرأ قرآن شوية لغاية الشروق مثلا، هننام، مش هنصحى قبل المغرب بربع ساعة يبقى كده مفيش صيام. لا، احنا هننام عدد كافي من الساعات، هنصحى قبل صلاة الظهر، هنصلي الظهر، وهكذا يتم إعداد جدول منظم يبقى في عدالة في توزيع المهام. فكل دي مهارات شخصية، كل دي تنمية بشرية اللي احنا بنقول عليها، هي موجودة في الدين وتتركز في رمضان. يعني هنعرف ايه المهارات الباقية، بس لازم طبعا نقول ان احنا معانا المطبخ ومعانا الصوت. حضرتك على سيرتي طبعا بالظبط. يعني هرجع لك جوعنا. بالظبط، عايزين نرجع لك ونسالك بقى يا محمد، يعني وصلنا لايه النهارده؟ انا شايفه انا دلوقتي خلاص عملت المكرونه، بس لسه ما قلبتهاش. متفقين تقول لنا هنعمل ايه؟ طبعا احنا قلنا ان احنا نلف المكرونه على النهارده. الاول قبل المكرونه انا دلوقتي بلف، وهقول لكم عملت المكرونه، عملت ايه في المكرونه ولسه ايه ما عملتوش. الاول انا بلف اللحمه، حطيت الحله سخنت. بعد ما تسخن الحله بحط البصل، وبحط مع الزيت طبعا، بحط البصل والثوم وبنزل عليها باللحمه، تمام، بحيث انها تاخد لون معايا. البصل والثوم الاول على الزيت. طب البصل هل الموضوع ده محتاج نصيحه فيه؟ البعض بقى بيزود تسويه الثوم، يخلي الثوم لونه يغير. ما هو الثوم لازم الثوم ياخد، بالنسبه للبيف استرجانوف الثوم المفروض ياخد سنه كده، لازم تحس كده ان هو خد لون شويه، ان هو خد لون. وكمان اللحمه لازم احس ان هي برده بادئه تاخد لون معايا. يعني الف وانا بلف اللحمه. في ناس ممكن تلف اللحمه على الجريل، لو في جريل ممكن تلفيها على الجريل. بعد ما تلفيها على الجريل تبداي تدخليها بقى تدي معاها شويه الميه بتوع التسويه، وتكملي بقى الشغل اللي احنا هنعمله دلوقتي. بس انت طبعا الجريل. طب يا محمد، لو اللحمه بتاخد سوا كتير مثلا، لو نوع اللحمه لقينا ان هو بياخد سوا كتير، بس هو في التالي في الاسترجانوف لما متقطعه استرجانوف مش هتاخد وقت، صح؟ لا، الاسترجانوف مش هتاخد وقت معانا، لان هي طبعا تقطيعه صغيره. ثانيا دي لحمه انتر كوت، بحب دايما اعمل الاسترجانوف باللحمه الانتر كوت، بيبقى تسويات خفيفه، واللحمه الانتر كوت بتبقى لذيذه، طعمها لذيذ شويه. يمكن هي من ضمن الحاجات اللي بتبقى حلوه قوي في البيفات. اللحمه الانتر كوت بتبقى كويسه قوي في البيفات. احنا حطينا الزيت اهوت، وحطينا معاه مع الزيت، لما الزيت سخن حطينا البصل وحطينا الثوم، ولما خدوا لون بسيط كده احنا حطينا اللحمه، وهنسيبها سنه، وبعد كده نضيف الميه للتسويه ونسيبها ونكمل نقول المكرونه احنا عملنا فيها ايه ولسه ما عملناش. طبعا هنحط شويه الميه للتسويه عشان ما يلسعش معانا على النار. والنار عاليه بقى بتبقى ولا نار هاديه؟ بتسيب لا عادي مفيش مشكله، انت بتحط بس الميه علشان ما يلسعش معاكي، وبتسيبيه براحته هو هو بيستوي مع نفسه يعني. أوكي. احنا قلنا ان المكرونه حطينا الزيت ولفينا البصل مع الثوم. طبعا معظم المكرونات في الدنيا بتاخد الثوم ده اساسي في كل المكرونات. في مكرونات في ناس بتحب ممكن تديها بصل وناس لا، بس طبعا احنا هنا حطينا بصل وفلفل جوليان، فلفل رومي متقطع جوليان ده زي عود الكبريت. المكرونتين الاثنين واخدين نفس الطريقه، بس الفرق ان احنا
في البنه السيليسيان هنحط فلفل كاريه. نحط فلفل كاريه. فلفل فريش ها؟ فريش. لو عايزه تلفيه على النار شويه ممكن، لو مش عايزه انت وراحتك يعني، انت على حسب ايه. مدام نهله لو ذوقك في اي الأكل. سؤال انت تقدري تسالي برضه. ما انا مركزه جدا. حطينا الفلفل الكاريه وننزل بالكوسه برضو متقطعه، بس طبعا الكوسه مقليه. الكوسه بتدي طعم هايل. ممكن تبقى مقليه او مشويه مثلا، ممكن نشويه بس بدل ما الافضل نقليها. تبقى مقليه يعني. نقليها ازاي؟ طب انت ما قلتلناش نقليها ازاي؟ نقليها في الزيت عادي. بس كده من غير اي حاجه؟ بدون اي حاجه. البتنجان نفس الكلام. تهيألي الطبق ده برضه ينفع مع غذائيه متكامله. الثلاثه بنه اللي انا قلت عليهم، اللي هو الاثنين اللي انا عاملهم النهارده، والبنه الثالثه اللي هي التونه. التونه. الثلاثه كويسين في جو الفيجيتيريان. برضو بس التونه بقى مش هتنفع مع الفيجيتيريان. اصل على فكره هي التونه هي فيها بروتين كتير، بس يعني الى حد ما مش وحشه، مش زي اللحوم. يعني طبعا أنا ممكن طبعا استبدلها، لو انا مثلا ممكن استبدلها بدل اللحمه يعني. طبعا البنه السيسيليان حطينا الفلفل الكاريه مع البتنجان مع الكوسه. البنه هافانا هنضيف الجبن المبشور زي ما انت شايف. نوعها ايه الجبنه يا شيف؟ نعم. نوعها ايه؟ جبنه اي نوع؟ بنه. الجبنه رومي. لو حابه تحطي موتزاريلا زي ما تحبي يعني، بس دي جبنه رومي. هل ينفع نعمل ميكس مثلا من انواع الجبن المختلفه؟ ده بالعكس بتدي طعم جميل. طب ايه انواع؟ يعني احنا برضو بنتكلم على الرومي عشان احنا بنحاول ان احنا نستخدم يعني اكتر مقادير متوفره في كل مكان، بس لو حد عايز يخلي الموضوع مختلف يعني مختلف شوية. او يديله بعض العمق شويه، ايه انواع الجبن؟ هو على فكره المفروض انا حاطط زيتون، هو المفروض زيتون اسود، انا حاطط زيتون اسود واخضر. اوكي. وبرده دي حاجه زي ما تحبي، حابه تحطي اسود بس اوكي، حابه تحبي حطيتي اسود واخضر اوكي برضه مفيش مشكله. كده خلاص المكرونه جاهزه معانا. لو انت عايزه تغيري انواع الجبنه ممكن تبشري فلامنك، ممكن تجيبي جبنه موتزاريلا مع الرومي، بتدي برضه طعم كويس. خلاص كده المكرونه، والمكرونه البنه السيسيليان والمكرونه الهافانا. وهنرجع تاني للحمه. طب قبل ما نرجع للحمه بقى او عشان نديها فرصه برضه، خليني اسالك، يعني احنا استخدمنا هنا مكرونه بانه. طب لو احنا حبينا نستخدم نوع باستا او مكرونه ثانيه مثلا يعني السيسيليان كستاندرد، ناس كتير بتقول ان في الاصل هي اسباجيتي، هي نوعين طبعا، بس ما نقولش بقى بينا سيليسيان، احنا نقول اسباجيتي سيليسيان. لو قلنا بينا سيليسيان يبقى مكرونه بينا فهو بينا. انا قصدي نفس الوصفه ممكن عايزين نطبقها على انواع مكرونه نفس الطريقه تبقى مكرونه سباجيتي، تبقى سباجيتي سيليسيان نفس الطريقه ونفس الطعم ونفس الجوده. طب هايل، احنا هنقدر نتابع مع اللحمه دلوقتي ولا نديها فرصتها شويه؟ اللحمه ممكن انا بس هسيبها على النار شويه واجهز بقيه حاجتي على النار شويه. وخلينا نرجع مدام نهله، وخليني اسالك، يعني بالنسبه للاطفال، في بعض الاطفال ما بيكونش عندهم صبر او قوه تحمل ان هو حتى لو عنده مثلا 7 سنين او 8 سنين حتى ان هو يقدر يكمل يوم الصيام، فالمفروض يعمل ايه او المفروض نعمل ايه معاه؟ المفروض زي ما قلت لحضرتك بنعمل تو دو ليست او برنامج يومي محدد بيعرف الطفل هو هيعمل ايه. وانا مش ضد الحقيقه في رمضان للاطفال الصغيرين انه احنا يعني لو قلنا نخليهم ياخدوا راحتهم في النوم شويه، يعني عشان اليوم ما يبقاش طويل قوي، بس يصحى قبل صلاه الظهر. هعمل له برنامج يومي ما بين عبادات، ما بين مساعدة ماما في البيت عشان احنا كلنا في رمضان لازم نشتغل مع بعض، ما بين اختيار بعض البرامج. في حاجات بتبقى لطيفة جدا في التلفزيون، بس انا مش من انصار رمضان التلفزيوني تماما، وانه اليوم كله جداول. طب خليني اسالك، يعني معلش اقطع كلامك وهنرجع للنقطة دي تاني. الطفل لما بيشوف الاهل بيعملوا موضوع ان الناس عامله جداول وناس متابعه والاعادات امتى مش يعني مصدقه بيتمحور حول النقطه دي، ده بيأثر في شخصيه الطفل ازاي؟ او ايه النتائج السلبيه اللي ناتجه عن الموضوع؟ كله سلبي. القعاد قدام شاشه التلفزيون لساعات طويله سلبي. تعريض الطفل في سن غير مناسب لحاجات مش مناسبه للسن ده سلبي. اهدار قيمه الوقت. يعني انا بقعد قدام التلفزيون ده موصل لرساله معينه. حتى لو انا بحب المسلسلات انا ممكن اختار مسلسل
انا في نجوم انا حباهم او قصه بتاعته او الستايل ده من الدراما انا بحبه هتابعه، لكن ما اقدرش اتابع 20 مسلسل وقعد ابني جنبي يتابعهم. يعني انا باخده بره العالم خالص. انا كمان حتى اظن انه ده يعمل له شيء من التشتيت في تفكيره وفي شخصيته، لانه كل مسلسل من دول حاله، اللي بوليسي واللي حاجه فولكلور بقى والجو الحاره والشارع المصري وكذا، واللي مجتمعات راقيه جدا. فانا عماله اخد طفل وعماله اوديه يمين، انا ضد ده تماما. ده بيؤدي الى نوع من انواع النضوج المبكر، يعني بيخليه عنده يعني خبره هو مش محتاجه خالص. الكارثه يا سالي ان احنا بنفرح بده دلوقتي، انه الامهات بتقعد تفرح بالبنت الصغيره تقول بصي بتتكلم زي الست اللي مش عارفه ايه. لا على فكره هو ده مش حاجه تفرح طبعا. هي حلو انها تبقى ناضجه وفاهمه وعندها تعبير عن النفس بشكل جيد مناسب لسنها. لكن انا ما بفرحش خالص الحقيقه اما بشوف طفل بيقول كلام مش بتاع سنه، ده مش حاجه مفرحه. طبعا. هنرجع مره تانية لموضوع الطفل لما بيكونش عنده صبر على موضوع الصيام، واحنا اتكلمنا ان احنا نشغله ببعض النشاطات. زي ما بقول لحضرتك، هو هيصلي الظهر، لو مسكنا اكزامبل او مثال لبرنامج مصغر، هيصلي الظهر. هنعمل له ان هو بعد كل صلاه على حسب سنه قرايه عدد من الايات، صفحه، نص صفحه. احط له دايما تحديد اهداف، اقول له احنا النهارده عندنا الهدف ان احنا نقرا 3 ايات. ايه رايك بكره بقى احنا قرينا 3 نخليهم 5 ايات من المصحف بعد كل صلاه. فهيصلي، هيقعد يقرا في المصحف شويه، هبتدي اشركه معايا في الاعمال البسيطه على حسب السن برضو. لو هو لسه مش مناسب ان انا اشركه في اعمال المنزل، هخليه زي ما بقول لك اختار برنامج او كرتون او حاجه في التلفزيون يقعد يتفرج عليها. طبعا هو كل 5 دقائق هيسال هو فاضل قد ايه على المغرب. فانا كنت دايما عندي عاده ان انا ببتدي شويه اقرب المسافه، لا ده خلاص هو فاضل 2 ساعتين، هو يكون فاضل 4 ساعات مثلا. بتعامل مع الساعه على انها نص ساعه عشان اسهل له الدنيا. لا خلاص، ده احنا كل بقى الوقت 2 ساعتين الاخرانيين دول هم اللي فيهم الثواب الكبير قوي. كل 5 دقائق بتعدي فيهم ربنا بيديك حسنات كتيره قوي عشان انت بدات تتعب. وابتدي اديله بقى الدروس المستفاده او الدروس الاخلاقيه اللي من وراء قصه الصيام. طيب خلينا حضرتك يعني فتحتي قصه الدروس الاخلاقيه. في بعض يعني السن الصغير بنلاقي بعض الاطفال نتيجه ان دي مناسبه دينيه مرتبطه بالدين، بنتكلم على مجموعه من العبادات، ده بيخلي الطفل يعني حاسس انه يسال سؤال، يعني هسألك حاسس انه ايه بس في البعض ده بيخليهم يبتدوا يسألوا أسئلة عن الدين، عن ربنا، عن بعض العبادات يعني. وفي بعض الأسئلة بتبقى أسئلة اللي هي الطفولية، اللي هي يا ربنا فين شكله، يعني الأسئلة دي ازاي يتعامل معاها الأب والأم مع الطفل اللي نتيجة هذا الشهر الكريم ابتدى يتساءل عن أسئلة من الواقع اللي شايفه حضرتك؟ بصي أنا دايما من أنصار حاجة، أنا وظيفتي الأصلية مدرسة ودرست مراحل عمرية كتيرة جدا. دايما أنا من أنصار أن يكون عندي إجابة محددة وصحيحة تشفي سؤال السائل أيا كان سنه وخصوصا الطفل، يا إما أقول له طب تعالى لا تصدق أنت سألت سؤال انا مش متاكده من الاجابه بتاعته. يعني انا مش من انصار ان انا ده صغير اقول له اي حاجه، او اقول له ما ينفعش تسال السؤال ده، او اقول له هنرجع للشيخ بتاعنا اللي في المسجد او كذا وهنساله السؤال ده. لكن لو عندي الاجابه زي ما بقول لك، هو رمضان جامع الأسرة كلها في البيت بطبيعة الحال نتيجة لظروف الصيام، الحر اللي موجود دلوقتي مع الصيام، فالناس متجمعة في البيت. أنا شايفة أن ده فرصة مناسبة جدا لوجود الأم والأب والأبناء وإيجاد مناقشات صحية وإجابات لكل أسئلتهم. بس نفسي الناس توصل للحتة بتاعة أن احنا ما نخوفش الولاد من الدين. يعني بلاش نتكلم على هتروح النار وانه ده حرام. طب ما نبص للناحيه الثانيه، زي ما بقول لحضرتك، ابتدي اديله نجمه، اديله مكافاه، اقول له يعني كان في احد المدرسات بتعمل معايا متخصصه في التربيه الدينيه الاسلاميه، كانت بتعمل حاجه اسمها سباق الحسنات.
سباق الحسنات ده ان هي حاطه مثلا زي حاجه تارجت في الاخر، او الجنه، كاتبه كلمه الجنه، وهو كانه هو واخواته في سبق. فمين اللي هيسبق في سباق الحسنات ده للجنه؟ يعني انا حابه ان احنا نحبب الولاد قوي في الدين ونخليهم عندهم احساس بالفخر بيه. جميل جدا. يعني انا بشكرك جدا استاذه نهله صبري الخبيره التربويه على النصائح اللي حضرتك فتينا وفتي مشاهدينا بيها. ان شاء الله يعني الجميع يتبع تلك النصائح، وان شاء الله تكوني معنا في مرات مقبله يعني اعطاء المزيد من النصائح لجميع اولياء الامور. شكرا ليكي. طبعا احنا بكده انتهت فقرتنا حول كيفيه اعطاء اولادنا وقت ممتع ومفيد خلال شهر رمضان المبارك، لكن طبعا لسه حلقتنا مستمره. هنخرج معاكم لفاصل، في الفاصل ده هنتابع تقرير عن تنسيق السفره، ازاي هنعرف ازاي ننسق سفره رمضان ونخليها بشكل جميل. لسه كان الشيف محمد في بدايه الحلقه بيقول ان لازم نكون مهتمين بطريقه التقديم، لان طبعا العين بتاكل طبعا قبل ما احنا شخصيا ناكل، وده عامل مهم جدا. هنروح معاكم للفاصل، هنتابع في التقرير وهنرجع مره ثانيه هنواصل باقي فقراتنا، وهنشوف اللحمه استراجانوف ايه اللي حصل فيها بعد هذا التقرير.